تتلعب الكره العرضيه، جول 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 جول، جميل جميل جميل. اسامه حسني برضه حارق الظاهر الحلاقه النهارده كلمه السر، ثلاثه حالقين مع بعض جابوا هدف جميل. حسام غالي ومحمد فتحي واحمد فتحي واسامه حسني يحط هدف جميل بعد 3 دقائق. اسامه حسني بعد 3 دقائق من الشوط الاول من كوره حلوه قوي قوي لما نشوفها مع بعض، ملعوبه من حسام غالي، وحسام غالي يلعبها لاحمد فتحي، واحمد فتحي عرضيه يحطها اهو، الثلاثه حالقين تمام نعيما كده مش هبصم. ادي حسام غالي وادي على طول احمد فتحي، وتنزل الكوره لاحمد ويلعبها حلوه قوي فيها لفه وحلوه من اسامه حسني اللي ما كدبش خبر وبيقول لي مستر جوزيه احنا متشكرين على قدومك، احيتنا مره اخرى. وبالتالي علامات استفهام كتيره جدا بالنسبه لمحمد شوقي واسامه حسني واخرين. عاشور، حسام عاشور يلعبها تروح لشوقي لايمن على طول وائل جمعه اللي لسه ما رجعش، وجت الكوره تروح لايمن اشرف وتنزل الكوره لشوقي. يلا يا راجل بقى يا راجل يا راجل يا راجل كفاره. كل حضراتكم الاهلي العمق الدفاعي بتاعهم وحش، كده دومينيك هو اللي هيقدر يخلي النادي الاهلي النهارده ينايم مطمئن شويه. دومينيك في الدقيقه ايه؟ في الدقيقه 85 يعني في الدقيقه 40 من ضمن الشوط الثاني يحط هدف تاريخي بالنسبه له، واعتقد لو النادي الاهلي ضغط كمان يحط هدف الطمانينه. انما يعني كتر خير النادي الاهلي مفيش دوري عام، مباراته الوديه ما هياش بقوه، السوبر سبورت ناقص له 6 اسابيع والدوري يخلص. وادي شوقي، يا سلام يا شوقي يا سلام يا دوري، الراجل ده هو اعصابه هاديه قوي قدام الجول. ادي شوقي بص اعصابه هاديه قوي 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 قدام الجول. هدف من تمريره لشوقي العائد بقوه. هل حسن شحاته هيفكر فيه؟ اعتقد ان حسن شحاته هيفكر في محمد شوقي بقوه. وادي حضن من احضان مستر جوزيه، الراجل بيقول له انا ايه تعبان قوي يا عم جوزيه، معلش الجوال اللي ضيعتها. وعم جوزيه ايه؟ عامل نفسه تقيل ما حضروش، لسانه يرمي نفسه عليه.